السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سألتش نفسك في مرة يعني ايه ذنب ويعني ايه سيئة؟ وهو اصلا بينهم فرق ولا الاتنين واحد؟ تعال نعرف مع بعض، بس خلينا الاول نحط في دماغنا ونعرف الحكمة بعدين من قول ربنا سبحانه وتعالى: ان الله يغفر الذنوب جميعا، وما قالش يغفر السيئات جميعا. وايه الحكمة برضو لما سبحانه وتعالى قال ان الحسنات يذهبن السيئات وما قالش يذهبنا الذنوب؟ هل في سيئات ممكن تفضل عليا طول العمر وما تروحش ما تتمسحش يعني طول ما انا عايش؟ كل ده هنجاوبه باذن الله. فيلا بسم الله. مبدئيا هنقول الذنوب من الكبائر والسيئات من الصغائر. يعني الذنوب هي الخطايا اللي بينك وبين ربنا، والسيئات هي اللي بينك وبين البشر والحيوان والجماد، كل شيء على الطبيعة. نبدأ بالذنوب. تعريف الذنب أو الذنوب هي الحاجات اللي بتضر بيها نفسك وهي فرض عليك وبتعصي ربنا فيها، زي الصلاة والصوم والزكاة والحج. يعني لو بتأخر الصلاة عن وقتها ده ذنب ومن الكبائر، ولو بتفطر في نهار رمضان من غير عذر قوي أو عذر شرعي ده ذنب ومن الكبائر، ولو أنت مفروض عليك إنك تخرج زكاة وما خرجتهاش برضه ده ذنب ومن الكبائر. طيب الذنوب دي بيتغفر لها إزاي؟ أو بمعنى أصح أتوب إزاي؟ والأهم من ده إن أشيل الذنب ده من كتابي. إزاي بقى؟ أنت دلوقتي راجل مذنب، أيا كان بقى، مضيع صلاتك أو بتفطر رمضان أو ما بتخرجش زكاة أو مستطيع إنك تحج وما بتحجش أو بتضر نفسك بأي شكل. نفسك دي اللي هي ملك لربنا وحق ربنا عليك، أخد بالك أكيد. المهم نتوب إزاي من الكبائر دي؟ هنرجع لأول الفيديو ونقول الآية الكريمة على بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اطمنت إن أنت ذنوبك هتتغفر؟ تعال بقى أقول لك شروط التوبة. أولا كده لازم يكون عندك عزم شديد ويقين تام جواك إنك هتتوب، وتكون التوبة توبة نصوحة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وشروط التوبة النصوحة هي 3. أولهم ترك الذنب اللي كنت بتعمله، يعني صلاتك في وقتها، صيامك تحافظ عليها من أي منكر، زكاتك تخرجها مظبوطة وفي وقتها، والحج لو في استطاعتك إنك تحج. تانيهم الندم على فعل الذنب، قلبك يتعصر من الندم كده انك كنت بتفرط في حق من حقوق ربنا عليه. اما تالتهم هي عدم العودة لاي ذنب، اياك تأخر صلاة او تفطر صوم فريضة او تبخل تخرج زكاة او تستخسر فلوس في الحج. بكده خلصنا بند الذنب، ندخل على بند السيئة. عايز الاول اجيب لك دليل ان الذنوب من الكبائر لكن السيئات من الصغائر، وهو قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وتعريف السيئات هي كل حاجة بتضر بيها اللي حواليك، إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات أو هواء، ايا كان بقى، يعني زي الغيبه والنميمه او الاعتداء والسرقه او التلويث او التخريب، يعني اي حاجه تضر بيها غيرك. وهنا بقى نيجي للي عايزين نعرفه، وهو نعمل ايه عشان ربنا يكفر عننا سيئاتنا. زي ما قلنا السيئه بتكون بينك وبين حاجه انت شايفها او اتعاملت معاها، فعشان تخفف سيئاتك دي تطلب العفو من اللي انت اذيته، او بمعنى ادق تصلح اللي انت خربته. يعني لو جبت سيرة حد بحاجة وحشة قدام فلان، تروح تجيب فلان ده وتقول له عكس اللي انت قلته على اللي انت اخترته. ولو نميت على حد وكنت سبب ان اتنين يقعوا في بعض، تروح تعترف لهم وتصلح اللي انت بوظته. وهكذا لو اعتديت على حد وظلمته تصالحه وتطلب منه السماح، ولو سرقت حاجة ترجعها لصاحبها لازم ترجعها له وبأي شكل، دون طبعا ما تعترف له عشان شكلك وكمان ما تضمنش رد فعله. فبس كده. خليك فاكر ان الصلاة والجمعة ورمضان كفارة لما بينهما، فمن البديهي انك محافظ على صلواتك عشان ربنا يكفر عنك اي سيئات انت نسيها. بسم الله الرحمن الرحيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات
ذلك ذكرى للذاكرين. بس تعالى هنا، الكلام ده تعمله بنية السيئات اللي انت ارتكبتها ومش فاكرها، انما اللي انت فاكره لازم ترده وتصلحه بنفسك. واخر حاجة هي انك تفتكر الآية دي وترددها دايما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أتمنى من الله عز وجل أن أكون وفيت وعملت دوري على أكمل وجه، وهو إني أأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. وبكده فيديو النهارده خلص. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا فحابب اشكرك على دعمك ليا اللي هتكمله بلايك وكومنت بالصلاه على النبي وسبسكرايب في القناه عشان اول ما انزل جديد يوصل لك. ما تنساش تدعي لاخواتنا بالصبر والثبات والنصر. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.